السلام عليكم. عارف حضرتك يعني ايه غسيل اموال؟ يعني انا بجيب فلوس بطريقه غير مشروعه وبعمل ليها كيان او شركه واشغلها بحيث ان الفلوس دي تلف وتكسب وتبقى قدام الناس وقدام العالم انها فلوس مشروعه، فلوس جايه عن طريق شغل، فطبعا مكسب حلال والفلوس دي فلوس حلال. ده بالظبط اللي حصل في سوريا من اول داعش، بعد كده جبهة النصرة، بعد كده جبهة تحرير سوريا، وفجأة شالوا بشار الأسد ودخلوا قلعوا هدوم جبهة النصرة ولبسوا بدل، ولما لبسوا بدل بقوا هم حكام سوريا. ده بالظبط اللي حصل غسيل أموال، حصل تغيير بدل. تمام. طيب، بمعاونة مين؟ بمعاونة طبعا الدول الأوروبية. الاتفاق كالآتي: هنساعدك ونشيل بشار ونحطك مكانه انت ورجالتك، تمام، في سبيل ان انت تسيب لنا حته صغيره كده في الشمال، وتسيب لتركيا حته صغيره كده، وتسيب لاسرائيل حته صغيره كده، ومش هنيجي ناحيتك في حاجه. تمام. واعمل اللي انت عايزه، وهنلغي المكافاه اللي كانت محطوطه على راسك ب 10 مليون دولار. طيب، ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده ان المفروض جبهه تحرير سوريا المفروض ان هي اسمها من اسمها تحرير سوريا، يعني ما اسمحش لاي حد يحتل اي شبر فيها. تمام. ليه بقى الجولاني او بعد النيولوك احمد الشرع لحد دلوقتي ما قالش لاسرائيل انت بتعملي ايه؟ ده دليل على ان في اتفاق على الكلام ده، بدليل ان اسرائيل وصلت دلوقتي على اعتاب محافظه دمشق اللي هي العاصمه ومحدش بيقول لها حاجه. ولما احمد الشرع او محمد الجولاني سابقا اتسال قال ايه؟ قال ان سوريا دلوقتي مش قادره تتعافى من اللي هي فيه، ومش قادره ان هي تقف او تقود حروب في الوقت الحالي. حضرتك فاهم إيه اللي بيتقال ولا؟ فاللي حصل ان هم شالوا بشار وهم لابسين لبس جبهة تحرير سوريا، وسلموا تلتين الارض او ما يقرب عن نصها لامريكا واسرائيل وتركيا وهم لابسين البدل. هو ده غسيل الاموال، اقصد غسيل الدول. السلام عليكم.